سنة 1991 اشتغل المخرج الكبير شريف عرفة لأول مرة مع الزعيم عادل إمام وقدموا مع بعض فيلم اللعب مع الكبار اللي كان بداية لأعمال كتير ناجحة جمعتهم ببعض علشان يرجع مرة تانية شريف عرفة في 2024 ويعيد أمجاد الماضي وذكرياته بس المرة دي مع الابن، ويقدموا مع بعض فيلم اللعب مع العيال اللي جايين نعمل له مراجعة في حلقة النهاردة. قول يا حنيزه، ايه دي؟ تعبان ميت بقى شهرين، ومن قبل ما يموت اتخبط على راسه خلاها عمل كده. عامل كده؟ اللعب مع العيال هو فيلم كوميدي من بطولة محمد إمام وباسم سمرة وأسماء جلال وبيومي فؤاد ومصطفى غريب وويزو، ومن تأليف وإخراج المخرج الكبير شريف عرفة. قصة الفيلم من غير حرق بتدور الأحداث سنة 2010 عن مدرس التاريخ علام، واللي بيجيله تعيين في مدرسة في شرم الشيخ علشان يروح ويتفاجئ إن المدرسة في الصحراء، ومن هنا بيبدأ يقع في مشاكل مع الناس اللي موجودة، وبتتوالى الأحداث عشان نعرف إيه اللي هيحصل بعد كده. طيب تمام، نخش على المميزات. أول ميزة النص الأول واللي كان ممتع جدا على جميع النواحي. مبدئيا كده القصة بيتم تقديمها في الأول بشكل جيد، المشهد الافتتاحي كان حلو وهيثير فضولك في إنك عاوز تعرف إيه هي قصة بطلنا علام، ولما بيبدأ يحكي قصته واحدة واحدة بتنجذب ليها. عجبني كمان إن السيناريو بيقدم لنا الشخصية من البداية خالص، وبيجيب لك وهو طفل وإيه هي كانت علاقته بأبوه وأمه، وكل الكلام ده بيتم تقديمه من خلال مواقف كوميدية مكتوبة ومتقدمة صح جدا، مع تسلسل الأحداث اللي كان مميز في النص الأول وبرضه مع الإيقاع السريع. تاني ميزة الكوميديا، يعتبر 90% من كوميديا الفيلم فكانت موجودة في النص الأول. بالنسبة لنا من أول الفيلم لحد لما علام بيروح الصحراء وبيبدأ بقى يقابل الناس اللي موجودة هناك والقبيلة ويتعرف عليهم ويتعرف على شكل المدرسة والأطفال اللي هو هيدرس لهم، كل الكلام ده بيبقى فيه كوميديا حلوة جدا. المواقف كانت كويسة وتخرج الضحكة من قلبك بجد وانت بتتفرج، حتى كمان الإفيهات كانت موفقة. انت ايوه. وكمان بترد عليا. تالت ميزة الأداء التمثيلي. محمد إمام هنا في الفيلم بيبعد تماما عن منطقة الأكشن الكوميدي زي بالظبط دوره في فيلمه الأخير أبو نسب، ودي حاجة حلوة إن الممثل ما يفضلش ماشي في سكة معينة في اختيار أدواره، طبيعي إن هو يغير ويعمل أدوار مختلفة. برغم إن أنا بحب محمد إمام جدا في الأكشن الكوميدي وشايف إن هو أفضل ممثل في مصر بيقدم النوعية دي، وبعيد بقى عن كل الكلام ده هو أداؤه في الفيلم حلو. الأسلوب اللي بيستخدمه محمد إمام في تقديم الكوميديا أنا عن نفسي بحبه. نروح لواحدة من مفاجآت الفيلم، ويزو. يمكن ده أفضل دور في تاريخها، الشخصية اللي هي بتلعبها في الفيلم كابتن أرواح، الدور لايق عليها جدا. حتى الكوميديا اللي بتطلع من الشخصية رغم إنها الكوميديا المعتادة اللي بنشوفها من ويزو سواء في مسرح مصر أو أي دور عملته، إلا إنها هنا في الفيلم متقدمة في أحسن شكل وأحسن صورة. ليها مشهد مع محمد إمام تقريبا كده في أول نص ساعة من الفيلم، بالنسبة لنا أكتر مشهد ضحكني في الفيلم كله. باسم سمرة طبعا فنان تقيل، من الفنانين اللي انت بس مجرد كده ما تشوف اسمهم في أي عمل تعرف إن هم هيبقوا إضافة قوية للعمل ده، وفعلا هو كان إضافة كويسة للفيلم. ظهر في أواخر النص الأول، ولولا وجوده في النص التاني الفيلم كان هيقع كتير قوي بصراحة. بيومي فؤاد برضه دوره كان لذيذ وأداؤه كان حلو، إتقانه للهجة البدوية كان كويس جدا. عجبني كمان إن في دوره في لازمة كده كل شوية بيعملها، مش هقول لكم إيه هي بس هتعجبكم. أسماء جلال قدمت أداء في حدود المعقول في حدود الشخصية اللي هي بتلعبها. مصطفى غريب كان جيد وليه مواقف كوميدية حلوة مع أمه، مش عارف الممثلة اللي بتلعب دور أمه اسمها إيه بس فعلا أدائها كان كويس. وزي ما اتكلمنا عن الممثلين الكبار لازم أشيد بالأطفال اللي موجودين في الفيلم، كلهم دمهم خفيف، والمواقف اللي كانت بتجمعهم مع محمد إمام في الفيلم أغلبها كانت موفقة، خاصة الطفل اللي عامل شخصية إنيزا رائع، عنده حضور كده وكاريزما ودمه خفيف. فدي حاجة تحسب للمخرج شريف عرفة على اختياره مجموعة الأطفال اللي شاركوا في الفيلم. نهايتك جرب يا علام. روح لحالك يا ابو مخزوم، والا هتقوم حرب بيننا وبينك. اذا هي الحرب.
رابع ميزة الموسيقى التصويرية للموسيقار مودي الإمام. الموسيقى عجبتني جدا وفيها كده من ستايل الموسيقى اللي كان بيعملها برضه زمان لأفلام الزعيم عادل إمام. الإخراج على مستوى التصوير، الألوان والكادرات اللي انت بتشوفها قدامك وستايل التصوير كان حلو جدا ولايق على الحقبة اللي بتدور فيها الأحداث. كمان المخرج شريف عرفة قدر ان هو يستغل مناظر الصحراء ومناظر البحر في ان هو يطلع لك كادرات حلوة ومريحة للعين. بعض المواقف الكوميدية اللي طلعت بشكل حلو جدا وكان فيها كوميديا كويسة. وبس المميزات تقف لحد هنا، نخش في العيوب. اول حاجة كده، الفيلم لما الاستراحة خلصت ودخلنا في النص التاني حسيت ان الايقاع هبط شوية والاحداث بقت هادية، وده لان ما بقاش في حاجة مثيرة بتحصل. في النص الاول احنا كنا عمالين نشوف مواقف بتحصل لعلام، وكنا متحمسين اول ما راح الصحراء وقابل القبيلة اللي هناك وبدأ يتعرف على الناس، وكان في كوميديا وجو حلو للاحداث. انما في النص التاني لما هو خلاص بقى استقر، بدأت أحس إن الفيلم إيقاعه وقع شوية وبقى فيه بعض الملل. ولكن بعد كده مع ظهور باسم سمرة زي ما أنا قلت لكم في المميزات، هو يعتبر بيظهر أواخر النص الأول. ففي النص التاني كوميديا الفيلم كلها كانت مبنية على المواقف اللي بتحصل ما بين باسم سمرة ومحمد إمام، وبالنسبة لي أنا ما كانتش أغلب المواقف موفقة وفيها ضحك. هو أنا ضحكت في النص التاني، مش معنى كده إن النص التاني ما فيهوش كوميديا خالص، لكن الكوميديا اللي كانت موجودة مش بنفس مستوى الكوميديا والضحك اللي كان موجود في النص الأول. ودي حاجة بقى تختلف من ذوق للتاني. ممكن ناس بالنسبة لها اللي شافوا الفيلم النص التاني أحلى، وناس تانية شايفة إن النص الأول أحلى. لكن المواقف الكوميدية اللي في النص التاني ما كانتش زي مستوى النص الأول. برضو من الحاجات اللي ما عجبتنيش في الفيلم إن في بعض التفاصيل اللي كان فيها تكرار من أفلام لشريف عرفة برضو. يعني وانت بتتفرج على الفيلم ولما تشوف كده بعض التفاصيل اللي موجودة هيجي في بالك فيلمين لشريف عرفة وانت بتتفرج. اول فيلم الناظر، علشان طبعا اجواء بقى التعليم وان هو طالع مدرس وبيدرس للعيال الصغيرة والكلام ده كله. وتاني فيلم فول الصين العظيم، لان احنا برضو بنشوف شخصيتنا علام ان هو جبان وبيخاف من حاجات كتيرة وكل الكلام ده. فكنا ممكن نبدل التفاصيل دي بحاجات اجدد وكانت فكرة الفيلم هتسمح لده. تالت حاجة، كنت أتمنى من السيناريو إن هو يهتم أكتر بالخط بتاع عيلة علام اللي فيه أبوه اللي كان بيلعب دوره حجاج عبد العظيم، وبالمناسبة أداؤه كان حلو جدا. وفي بنت عمته ويزو ومصطفى غريب. الخط ده كل ما كان بيظهر على الشاشة اوريدي هيطلع منك ابتسامة أو ضحكة، فكنت أتمنى إن السيناريو يهتم أكتر بالخط ده ويطلع منه مواقف كوميدية. انت عندك مثلا مصطفى غريب، واحد زي ده عنده قدرات كوميدية على أعلى مستوى، ما استغلتوش بالقدر الكافي. مصطفى غريب أداؤه كان حلو والمشاهد اللي هو كان بيظهر فيها كان بيبقى كويس، بس كنا ممكن نستغله أحسن من كده. وكده العيوب تكون خلصت، نخش على التقييم النهائي. تقييمي لفيلم اللعب مع العيال هو 7/10. فيلم كوميدي جيد، كنت أتمنى إن النص التاني يبقى بنفس مستوى النص الأول، ولكن في الأول وفي الآخر أنا خارج من الفيلم مرضي. هو فيلم كوميدي عائلي مناسب جدا كخروجة في العيد، تاخد كده عيلتك وتدخلوا الفيلم هتنبسطوا، خصوصا كمان لو معاك أطفال صغيرة فهينبسطوا أكتر وأكتر. وفي النهاية اللي شاف الفيلم ياريت يكتب لي رأيه وتقييمه تحت في التعليقات. ويا رب الحلقة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم اعملوا لايك وشيروا الحلقة في كل مكان، واشتركوا في القناة لو أول مرة، وما تنسوش تتابعوا صفحة سينما أونلاين على الفيسبوك. كان معاكم النهاردة بيدو صلاح، أشوفكم على خير. سلام.